ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض محشي الخس. طبعا محشي الخس من اكتر الاكلات اللذيذه الممتعه جدا في الشتاء. هنا طبعا زي ما انتم شايفين، اول حاجه عملتها عشان اكسب وقت، رحت مولعه على طول على الحله اللي انا هسلق فيها ورق الخس. وابتديت طبعا هنا زي ما انتم شايفين كده. بصوا، بجيب الخصايه اللي هي اصلا ورقها عريض، اللي تكون ورقتها كده كبيره وعريضه ينفع تتحشي. بصوا بقى، ببتدي ان انا اقطع الخصايه كده ازاي قدامكم. طبعا ورق الخس يعني من الحاجات اللي هي ايه، بتكش قوي او يعني حجمها بيقل لما بتتسلق. فبصوا الشنطة دي مليانة ورق كتير جدا. هتشوفوا دلوقتي بقى لما يتسلق هيبقوا شوية صغيرين خالص قد ايه. وطبعا اهم حاجة ورق الخس انه يتغسل كويس جدا تحت مية جارية، وممكن كمان ننقعه في شوية مية بخل علشان لو في اي يرقات او اي طينة او تراب نقدر نتخلص منها ويبقى طعمه حلو ونضيف. طبعا بقى سر من اسرار الخاصية المسكرة اللي انا يعني لسه عارفاها قريب، ان انت تختاري الخاصية اللي ورقها خشن مش اللي ورقها ناعم. وهنا طبعا طلعت صلصة من الفريزر، كنت عاملاها معاكم برضو، حطيتها في حلة تانية. وهنا بقى في الحلة الكبيرة انا هسلق ورق الخس. انا بحب احط في المية اللي هسلق فيها ورق الخس يعني ربع معلقة ملح. في ناس مش بترضى تحط ملح ابدا على الخس، ولكن انا لازم احط ملح، بحس ان هو بيخلي طعمه احلى. هنا بقى بعد ما غسلت الورق وخلاص بقى غسلته كويس جدا تحت مية جارية، هبتدي احطه في المية السخنة. برضو سر تاني من اسرار نجاح ورق الخاص معاكي، انك ما تستنيش على المية ان هي تسخن قوي. يعني ما تستناش تغلي، ما تغليش كتير، بمجرد ما تحسي ان هي خلاص ابتدت تقلب المفروض تنزلي فيها ورق الخاص على طول. آه ورق الخس مش بنستنى عليه في المية كتير خالص، احنا يا دوبك بنسقطه في المية. اول ما نحس ان هو دبل ولونه اتغير بنطلعه على طول. او يعني احنا اصلا يعتبر المفروض ان احنا ننزله في المية ونطلعه على طول. المية اللي كانت قدامكم دي تعتبر كانت سخنة زيادة، المفروض ما توصلش لدرجة الغليان الكتير، لان ورق الخس بيتسلق بسرعة جدا. هنا كنت قصدي اوريكم منظر المية بعد ما سلقنا ورق الخس. شوفوا المية كانت غامقة ازاي. علشان كده لو انتي هتحشي كرنب وخس مع بعض، يفضل انك تسلقي الكرنب الاول، لان الخس بيغمق المية جامد يعني. هنا بقى رحت مشوحة الرز على طول على الصلصة. وطبعا برضو سر كمان، شايفين بقول لكم كل الاسرار اهو، عشان يطلع محشي الخس معاكي كويس ومميز وطعمه لذيذ. خلي الصلصة بتاعت المحشي متسبكة قوي، وشوحي فيها الرز شوية حلوين. وكمان حطي عليهم شوية زيت، واقعدي بقى شوحي الرز مع الخضرة في الزيت والصلصة دول، بيبقى طعمه جميل جدا. هنا بقى بوريكوا ازاي كنت بلف ورق الخس. في ناس كتير كانت بعتالي وعايزة فيديو مفصل لطريقة ورق الخس ازاي بنلفه وازاي بنعمل محشي الخس اصلا. هنا بقى بصوا كنت عمالة الف الورقة على طول. بصوا انتي الورقة بقى على حسب عدلتها مع ايدك بتلفي على طول وتحطي بترصي في الحلة عادي بقى زي الكرنب، مفيش مشكلة. بس خدي بالك هقولك على سر كمان، محشي الخس بياخد رز اكتر من الكرنب. والناس اللي متمرسة في الموضوع ده بتلاقيها دايما تحس ان محشي الخس الحلة بتاخد وقت على ما تتملي، لكن محشي الكرنب الحلة بتتحشي بسرعة، عشان مش عارفة يعني دايما يقولوا كده ان الكرنب بينفش في الحلة اسرع. بس هي بتبقى العملية كلها عملية ممارسة، كل ما بإيدك بتاخد على الحاجة كل ما بتكوني أسرع فيها طبعا. هنا بقى خلاص كنت ببتدي بقى خلاص ألف على طول.
طبعا ما جبتلكوش المقطع كله علشان ما طولش عليكم. طبعا انا وانا بشوح الرز ده حطيت عليه برضو بهارات تاني، وحطيت كمون وشطة وفلفل وكل البهارات اللي بنحطها عادي. هنا كنت بوريكم منظر الصوابع وهي محشية. الشطارة وسر كمان اهو، ده رابع سر او خامس سر الشطارة في محشي الخس، انك ما تخليش فيه رز على الصوابع من بره، ده بيخليه يعجن. الشطارة انك ما تخليش فيه رز على الصابع ابدا. وهنا بقى كنت خلاص زدت المحشي. طبعا محشي الخس بنزيد الشوربة لحد السطر الاخير، يعني السطر الاخير بيكون باين معانا، مش بنكون مغطينه تماما يعني. والحلة التانية دي كنت حاشية فيها كوسة وفلفل وبتنجان. طبعا الكوسة والفلفل والبتنجان يعني بنحط كده حوالي تلت الحلة بس كده، يعني تلت الصابع كده يبقى لحد